بكل الأحوال في كل الأوقات لن تستطيع أي قوة أن تؤثر على استضافة خليج 20 واليمنيين كرماء، ويرحبوا ترحيبا حارا شبابهم وشيبانهم أطفالهم ونسائهم، يرحبون بأشقائهم في مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا معهم في عدن العاصمة الاقتصادية التي ارتفع فيها علم الجمهورية اليمنية خفاقا في 22 من مايو. هذا إنجاز تاريخي مفخرة لليمنيين ولكل دول الجوار. فنحن أيضا نرحب ولا قلق من أي إرهاصات قد تحدث من وقت لآخر ومن قبل الخارجين عن النظام أو هؤلاء النشاز. في كل مجتمع نشاز.